النهارده نيمت بقى العيال وابوهم بقى، وكنت هموت على حاجه مسكره. فبكوبايه العسل دي هنعمل مع بعض حاجه كده اختراع، هتملي بيتك خير بكوبايه العسل اللي انت شايفاها دي. ماشي، هننزل بكوبايه العسل دي كده اهي. اهي ماشي، هتجيبي عليها بضايه. ماشي، والله زي ما بقولك كده كوبايه عسل وبضايه. هتقولي ازاي؟ هقولك احنا ايه، هوريك الاختراع اللي انا هعمله. وكسين فانيليا، ماشي، وكوبايه نص كوبايه سمنه. ماشي، سمنه كده وسيحيها في الميكروويف عندك. خلاص، هنقعد بقى نضرب الحاجات دي كده كلها وبعضها لغايه ما توصلي كده القوام العسل يكون ايه، يكون ماسك نفسه شويه. نفضل بقى نضرب فيه كده لغايه ما ايه، ما يوصل لقوام معين. ماشي ماشي، بعد ما ضربنا المكونات كده في بعضها، هننزل بقى باول كوبايه دقيق. ماشي، ون ايه، وتقلبي كده. ماشي، هتفضلي ايه، هتقلبي فيها كده لغايه ما تلمي ايه اول كوبايه دقيق. دي اول كوبايه دقيق حطيناها. هنجيب كيس بيكنج باودر، بس كيس البيكنج باودر ده مش يعني مش هناخده كله، ناخد نص كيس الايه البيكنج باودر بس كده. تمام، تاني كوبايه دقيق اهي، وبرده ايه تقلبيها كده مع البيكنج باودر اللي انت حطيتيه. ماشي، لغايه احنا ايه عايزينها تبقى عجينه، بس تبقى عجينه ايه ملمسها يعني تبقى ماسكه نفسها، فاهماني؟ بصوا بقى، لما بقى توصل معاكي للقوام ده تروحي انت عامله بقى كده. ماشي،
تكوني محضره معاكي تاني كوبايه، تالت كوبايه دقيق. يبقى احنا حطينا ايه 3 كوبايات دقيق اهو. ننزل بقى شويه بشويه كده وايه، ونبدا بقى اللي احنا ايه نعجنها بايدينا كده. بصي نلم كده وايه واعجنها. ايه رايكم في الاختراع ده؟ عايزه اقول لكم جميله وحلوه، وكمان هت مغذيه جدا، لان طبعا احنا حاطين فيها عسل اسود، وطالما طبعا حطينا عسل فيها عسل اسود ما بنحطش طبعا فيها ايه سكر، لان العسل الاسود هيبقى مديها القوام كله الايه بتاعها، يعني السكر وكده. بس هنفضل بقى، هي مسكت خلاص اهي، هي ما شاء الله هي ايه بدأت تمسك اهي. هنلم بقى ايه الدقيق بقى كله كده لغايه ما ايه بنخليها عجينه بقى. بصوا بتفضلي تعجني فيها لغايه ما بتبقى كده، بصي لغايه ما تمسكيها كده اهي اهي. شايفه القوام عامل ازاي اهي، بتبقى بالشكل ده. ماشي، هنجيب بقى الصواني ونولع بقى الفرن يسخن عبال ما ايه بنحطها في الصواني. خلاص هنحضر بقى الصواني بتاعتنا، ونمسك بقى ايه العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، تعمليها كور كده ونحطها في الايه في الصينيه اهي اهي. ماشي، ونحطها نرصصها في الصينيه كده. طبعا خلاص انا ولعت على الفرن علشان ايه يبدأ اللي هو يسخن وايه ويبقى جاهز على طول، عشان يعني نخبز الايه البسكوت العسل بتاعنا ده. ماشي، بصي انت بتكوريه وبتحطيه في الصينيه، بالشكل ده كده اهو، زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. وبعد كده هقولك لما نكور كل العجين اللي معانا ده، هقولك بقى هيبقى الشكل النهائي ايه قبل ما ندخله الفرن. بصوا عملت الثلاث صواني، عملنا 3 صواني بالايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي صينيه، وعملت الصينيه التانية اهي، وعملت الصينيه التالتة اهي. هتعمل معاكي 3 صواني. ماشي، هنجيبي كده شوكه، هنجيب شوكه اهي زي ما انتوا شايفين كده، وتبداي بقى ايه تعملي كده اهي. بصي يعني ايه تعملي زي ايه شكل كده عليه اهو. اهي خلاص. هتعملي كله بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. ماشي، وهتدخليه على درجة حرارة 140، يعني بياخد حوالي ربع ساعة كده بالظبط. ماشي، وهوريكم بقى ان شاء الله الشكل النهائي بتاع البسكوت اللي زي العسل ده، وهوريكم باذن الله الشكل النهائي هيبقى ايه.
بصوا بقى حبايبي، ده الشكل النهائي للبسكوت. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا جدا، وبصوا يعني مستوي من تحت وكل حاجه اهو. طعمه حلو قوي قوي، بصوا ومستوي من جوه. يلا بكوبايه عسل مليتي بيتك كله خير وبركه، وفرحي اولادك. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناه. اسيبكم بقى في رعايه الله في فيديو جديد باذن الله.